السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة هنبدأ بيها يومنا النهاردة، نصلي كده ونقرأ الورد بتاعنا ونتوكل على الله. أنا قلت بقى إيه، نشجع بعض النهاردة. أنا بصراحة أنا بقالي كام يوم تعبانة جدا، إيه تكسير في عظمي مش عارفة بصراحة من إيه، وعمالة أخد في مسكنات. إيه النهاردة قمت بقى حاسة إن أنا إيه مرتاحة شوية لحد ما، واستعنت بالله كده وتوكلت على الله. كان عندي البلكونة بقى كانت متبهدلة، بمعنى متبهدلة يعني. فقلت اول حاجة هبدأ بيها البلكونة، انضفها كده. وطبيعي قبل ما ابدأ كنت انا مشغلة الغسالة طبعا، عشان كان عندي غسيل كتير. انا طبعا قبل اللي انا بعمله ده كنت الولاد بقى لبستهم واكلتهم وعملت لهم سندوتشاتهم وراحوا الحضانة وتوكلوا على الله. يعني كان في معركة قبل اللي بيحصل ده كمان. بس بمجرد الولاد ما بيمشوا كده بخير يا رب، بتبقى كل حاجة بعد كده سهلة، لان هما بصراحة بيعطلوني وبيبهدلوني جدا. وبصراحة انا بعذر اي بنوتة او اي واحدة معاها اطفال، لان بجد الطفل بيعطل جدا يعني. ما بتعرفيش تعملي حاجة، لان طبعا ما فيش حاجة اهم من ابنك. انا عن نفسي طول ما بعمل اي حاجه ولادي يا ماما تعالي اقعدي جنبنا، لا يعيطوا، لا مش عارفه ايه، المهم ان هم مش عايزيني ابقى بعيد عنهم خالص. المهم ان انا ايه مسحت البلكونه كده زي ما انتم شايفين، وبنشفها بقى بعد ما بخلص. انا اكتر حاجه نفسي فيها ان انا املى البلكونه بتاعتي دي كلها زرع يعني، وان شاء الله في الخطه يعني امسح البلكونه بقى ايه كويس جدا. طبعا انا لسه همسحها تاني بميه انضف كمان يعني، لان دي طبعا انا كنت بمسح بيها اول مرحله كده يعني. وبعدين بقى غسلت الفوطه كويس جدا، وجيت بقى مسحت بيها البلكونه تاني كده. كده خلاص. انا بقى هعمل سبانخ النهارده، فغسلت السبانخ كويس جدا، كنت جايبه كميه عشان كنت هخزن منها يعني. وانا اصلا السبانخ اللي انا هطبخها النهارده كانت عندي في الفريزر، وقلت بقى حرام تقعد اكتر من كده، فطلعتها اطبخها بقى. دي بقى اللي انا مفرزاها النهارده وشلتها في الفريزر. انا خرطتها وبنشفها كويس جدا، وبخرطها وبخزنها زي ما هي كده، مش بسلقها ولا بعمل فيها اي حاجه. مفيده جدا للاطفال يا جماعه، ما تعودوش الاطفال ان ده لا ده قرف وده لا. عودوا الاطفال ان هم ياكلوا كل حاجه، الحاجات المفيده بالذات يعني. انا عملت كده فصين توم كده، وحطيت عليهم صلصه كانت عندي في الفريزر، وهحطهم على جنب على ما اجهز بقى ايه السبانخ. انا كان عندي شوربه برضو كانت في الفريزر، كانت شوربه كويسه جدا وسمينه ما شاء الله، كنت شايلها برضو عشان سبانخ ملوخيه حاجه زي كده. الشوربه حطيتها بقى تفك على النار، وهنزل عليها بالسبانخ. انا قلت لكم السبانخ دي كانت متفرزه عندي اصلا، وقلت بقى بدل ما تتبهدل وتبوظ يعني خلاص بقى كده كتير عليها قوي، فطلعت ايه طلعتها اعملها. وده فريك وعدس، يعني قيمة نص كوباية فريك وقيمة نص كوباية عدس كده يعني. فريك ذرة يا جماعة، غسلته كويس جدا وحطيته، وكمان ربطة كزبرة كويسة جدا وحطيتها عليها. طبعا ممكن تحطي عليها لحمة عادي، تشوحي لحمة وتحطيها عليها عادي، مفيش اي مشكلة. ودي الصلصة اللي انا عملتها وجهزتها معاكم، احطها عليها وهسيبهم مع بعض بقى براحتهم. بعد بقى ما غديت الولاد، كان منظر البوتاجاز كده زي ما انتم شايفين، يعني حاجة الله المستعان. طبعا انا قلت لكم ان انا بقالي يومين اصلا تعبانه، فلا غسلت البوتاجاز ولا عملت حاجه. طبعا اول حاجه هشيل كل اللي عليه ده الاول. وده سترس يا جماعه، بصراحه بحبه جدا في تنظيف البوتاجاز. العيون عندي كانت شويه كانت مسدوده، ما كانتش نارها هي يعني. فجبت بقى سترس بقى، وحتى في قلب العيون كده حطيت برضو. ما تقلقوش مش هيعمل حاجه، لو في اي دهونه او اي حاجه بيفورها.
ودي فوط المطبخ بقى حطيتها في طبق بلاستيك كده. انا كنت بغسلهم كل يوم الغسيل اللي هو العادي بقى، بعد ما بمسح بشطفهم كده وانشرهم وخلاص. انما النهارده بقى انا نقعتهم. انا كنت بحط لهم الاول كلوريكس الوان وكده، بس بصراحه بعد ما كل حاجه غليت كده زي ما انتوا عارفين يعني، بقيت بقى بحط اي حاجه بقى، شويه برسيل بقى، شويه كلور، يعني بحيث ان انا برضو ما مغيرش لون الفوط، او يعني حبه صغيرين مع المسحوق بقى اللي بتستخدميه ايا كان نوعه ايه يعني، وخلاص. وهنا بقى زي ما انتم شايفين بقى بدعك البوتاجاز كويس جدا. العين دي كانت مسدوده عندي كده، فجبت ابره كده او دبوسه الموجود عندك، وبقيت ايه اسلكها كده بيها، وبالفعل بتسلك وبتبقى جميله قوي. عملت العيون كلها كده ونشفتهم كويس جدا كده. خلاص بقى انا طبعا كنت غاسله برضو الوش بتاع البوتاجاز وكل حاجه، كنت بجرب العيون بشوفها شغاله ولا ايه. هو اصلا الراجل اللي كان في حد جالي قبل كده عشان يصلحوا لي، كان في مشكله برضو، قال لي ان العيون اللي فوق دي كلها عايزه تتغير. بس بصراحه بقى انا زي اي ست مصريه اصيله مش هغيرها غير لما ابص وخلاص تتاكل ويطلع عينها يعني شويه كده. وخلاص بقى كده الغسيل كان طالع من الغساله، قلت هنشره. وانا بقى كنت مطلعه هنا اللحاف والبطانيه على السطح، ما حطيتهمش في البلكونه لان اصلا ما كانش في شمس قويه قوي النهارده يعني. فبس لقيت الجو يعني فوق حلو ومش وحش، يعني هيبقى طايلهم شمس شويه وهوا عن البلكونه بتاعتي، فطلعتهم على السطح كده يتهووا شويه. التهويه بجد حلوه جدا يا جماعه، والله بتفرق. وهنا برضو هجيب البطانيه كمان. هنا بقى ايه، قلت اعمل لهم ايه طبق سلطه فاكهه. ده بقى يا اسهل حاجه ممكن تتعمل، وفي نفس الوقت حاجه مفيده للولاد. واي فاكهه بقى موجوده عندك حطيها. انا بصي يعني تفاحيه وكم صابع موز، يعني مثلا عندك اناناس، كانتالوب الموجود عندك، اي حاجه. واي عصير بقى فريش موجود عندك بتحطي عليه وخلاص. حتى لو الولاد ما بياكلوش الفاكهه بيتشجعوا. عندك كريمه حابه تحطيها عليها، بعد ما تخلصي، بعد ما تخرطي الفاكهه حابه تحطي حبه كريمه على كل طبق كده، مش مشكله. الموجود عندك حطي. هنا كده انا بخرط الموز كمان. طبعا اقطعها بالحجم بقى اللي تحبيه، تقطعيها اكبر تقطعيها اصغر مش مشكله. احنا بنشجع بعض يا جماعه، واي حد عنده افكار لروتين يومه، بيبدا يومه ازاي، بيعرف ينظم وقته ازاي، بيستفيد بوقته ازاي، على قد ما يقدر نفيد بعض، نكتب لبعض في التعليقات. ويا ريت لو سامعيني لحد دلوقتي تحطوا لايك. وهنا بقى خلاص بقى اللحظه اللي انا بحبها قوي قوي دي، ايوه. خلاص بقى غسلت المواعين بقى وبشطب المطبخ. دي احسن حاجه في يومي تقريبا يعني. كده خلاص بقى هنشف بقى الرخامة بتاعتي، وكده خلاص الحمد لله. كده فل شمعة منورة ما شاء الله. هنعمل بقى ايه كوباية الشاي بتاعتي واريح دماغي بقى شوية، على الرغم من المعركة الحقيقية بقى مع الولاد بقى، الله يعيننا عليهم. هعمل بقى كوباية الشاي بتاعتي. اهم حاجة انا حاطه عليها قرنفل يا جماعة، انا بحاول اوريكم القرنفل، ايوه هو ده. هو عود قرنفل واحد بيخلي طعم كوباية الشاي بجد في حتة تانية خالص. يلا قومي نشجعي بقى ونشجع بعض كده. انا طبعا ما فيش حد اشطر منكم يا جماعه، كلكم شطار ما شاء الله. احنا بس بنشجع بعض مش اكتر. واللي عنده افكار بقى الروتين يومه ازاي بيستغل وقته كده، وبما ان رمضان داخل علينا نعمل ايه، عشان نكسب وقت وفي نفس الوقت بقى نتفرغ في رمضان للعبادات وكده. هتوحشوني جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.